معانا على التليفون اعتقد سيد عاصم عبد الماجد. اهلا بحضرتك، معانا على التليفون سيد عاصم عبد الماجد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا بنناقش تصريحات المتداوله دلوقتي ما بين كل الناس تحديدا او في الجزء ده اللي لها علاقه بالقضاء. لما سالنا المستشاره تهاني الجبالي انه اذا كانت التصريحات دي تخص فرد وده راي او تعبير، اعتقدت انه ده نوع من التحريض على القضاء. تعليقك ايه؟ لا مش تحريض، انا قلت انه جريمه واجب ان يحاكم عليها. جريمه. هي طبعا مش من حق المستشاره تهاني الجبالي انها تجيب عني، هي تلزم، هي مش مستشاره، هي محاميه. هي والله حضرتك ما تعرفش انا يعني منين جبت ان انا محاميه؟ انا نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا، وانت بتعتبرني سابقه، لكن انا بعتبر نفسي ما زلت نائب رئيس المحكمه لانه ما فيش قرار صدر باقالتي من مكاني. يعني حضرتك بس ايه حدودك ان تعرف انني لن يسقط عني لقب المستشار حتى لو خرجت من الخدمه، وان انت تعرف انه اختياري للمحاماه واختيار حر، والمحاماه بالنسبه لي هي المهنه الاعظم في حياتي لاني قضيت 30 سنه قبل ما ابقى قاضي. ففكره ان انت يعني ايه تسقط عني اللقب هذا ليس من حقك ايضا يعني. طيب دلوقتي بتقول انه في تقييمها انه الكلام اللي انت قلته ده جريمه، تعليقك ايه سيد عاصم عبد الماجد؟ ايه الكلام اللي انا قلته اللي بتعتبروه تهمه؟ الكلام المتداول على المنتديات في مواقع التواصل الاجتماعي بانه دعوتكم للناس ان هي تحيط بالمحاكم وتحاصر انديه القضاء ومنازل القضاء حتى يرحلوا. طبعا في مشكله كبيره ان كل الاعلاميين متفقين على كلمه انا ما قلتهاش، ودي معناها ان في تم اتفاق بينهم، كلهم بيقولوا محاصره. الفيديو عندكم بنقول التظاهر امام. طبعا في فرق كبير بين التظاهر امام ومحاصره. فانا لما افاجئ ان كل وسائل الاعلام الشامخ بتاعنا برضه بتتداول كلمه انا ما قلتهاش، فمعنى كده ان في اتفاق. لكن اللي انا قلته التظاهر امام محاكم ودار القضاء ونادي القضاء اللي هو نادي اجتماعي وبيوت القضاة اللي يثبت ان هم فاسدون. فان كان حد عنده اعتراض مين اللي هيثبت سيد؟ طب خلينا نعيد المقطع. بص سيد عاصم رشوه من مؤسسه صحفيه ورجعها وقال دي كانت هديه جايه للمؤسسه الصحفيه. دي اسمها ايه في عرف القضاء؟ قاضي ياخد ازاي فلوس من مؤسسه او هدايا قيمه اللي طلع اللي ظهر امام الراي العام ب 50,000 او 60,000 جنيه. دي حضرتك يقال على هذا القاضي فاسد ولا ده مستشار محترم؟ ولما يكون القاضي بيعمل كده دي نقطة مهمة، وفاجئ ان جمهور القضاة لم تستنكر مثل هذا الامر. لما يكون في قاضي مطلوب رفع الحصانة عنه عشان في 300 فدان متهم فيهم والا الان لم ترفع الحصانة عنه لكي لا يحاكم. لما يكون في عندي تهمة او مصيبة تهريب الاجانب اللي هم كانوا متهمين بالتخريب في الداخل بتمويل منظمات ارهابيه ايام المجلس العسكري، ونفاجئ ان في بعض رجال القضاء هو اللي تواطأ لاخراجهم، يبقى دي نقول عليها جريمه ونقول قاضي فاسد ولا مش قاضي فاسد؟ المساله واضحه. طب اسمح لي سيد عاصم، اسمح لي لحظه، في حاجتين يا فندم. هخلي حضرتك تتكلم بس تكمل، بس خلينا نعمل حاجتين مبدئيا. عايزه اعرض الجزء كما هو عشان يبقى بنتكلم من منطلق واحد، وللتاكيد على انها كلمه تظاهر، وهنسال كمان اذا كان في فرق ولا لا. وبعد كده لازم نرد على المنطق اللي حضرتك بتقوله انه في قضاة يستبينوا للناس او يظهر للناس انهم على فساد ومفيش اجراءات كانت ضدهم. خليك معانا لحظه. الحركات الاسلاميه لا تهدأوا، انزلوا الشوارع يوميا زي 25 يناير يوميا حول دار القضاء ونادي القضاء والمحاكم وعند بيوت القضاء الفاسدين نفسهم، انزلوا هناك وطالبون بالذهاب والتنحي كما طلبتم مبارك، واصبروا حتى يرحل هؤلاء. لكن احنا نعمل وقفه عند دار القضاء وبعدين نرجع وبعدين بعد اسبوعين نفكر نعمل وقفه تاني وبعد شهرين نفكر. طيب احنا عرضنا المقطع كما هو زي ما حضرتك قلت. في محاصره؟ في لفظ محاصره حضرتك؟ ما هو انا بقول انا الاول طيب الحمد لله. مبدئيا يعني بص يا فندم، مبدئيا احنا عرضنا المقطع. دلوقتي خليك معانا سياده المستشاره. سيد عاصم عبد الماجد بيقول في شتان، في فرق ما بين الكلام ده شوفي يا استاذه منى،
من لديه أي أدلة واتهامات تجاه قاضي فليتقدم بها للجهة المسؤولة عن تأديبه ومحاكمته في الهيئة التي يتبع لها، لأن القضاة مش على رأسهم ريشة، القضاة مواطنين خاضعين للقانون، حين يرتكب أحدهم أي جريمة سيحاكم زي أي مواطن. لكن ما يحدث هو محاولة لتعطيل سلطة العدالة، هو محاولة لتمرير قانون مشبوه يريدون به أن بالمسطرة كده يطلعوا 4000 5000 قاضي، لأنه في نية لتغيير القضاء المصري بشكل منهجي. احنا مش عايزين يعني ايه نضحك على بعض. اللي عنده أي دليل تجاه أي قاضي أو أي وكيل نيابة أو أي عضو في أي هيئة قضائية فليتقدم به لجهات التحقيق والجهات المسؤولة عن محاسبته. إنما خلط الأمور ببعضها البعض، مفيش حاجة اسمها في شواهد فساد على قاضي فروحوا تظاهروا قدام بيته ومنعوه ينزل منه وقولوا له اتنحى. ده كلام فارغ، وكلام اما يتقال يبقى فيه شكل من اشكال النيل من مصداقية القضاء دون دليل ودون محاكمة عادلة. زي ما بنقول ان المواطن العادي لا يجب ان يتظاهر احد امام بيته ويتهمه بالفساد، اي مواطن مش قاضي، ويروح له اي حد يقف قصاد بيته يقول له يا فاسد عشان يسيء لسمعته ويسيء لمصداقيته ويسيء لهيبته، فما بالنا بالقاضي. هذا سلوك مش عايزه اسميه لانه التسميه هتكون جارحه، لانه في دوله القانون وفي دوله حديثه ايا من كان المواطن، سواء كان قاضي، رئيس جمهوريه ورئيس وزراء، اعلامي، ايا كان، حين يكون لديه ادله فساد ولدى مواطن الحق في التقاضي، حق المواطن في التقاضي بيشمل كل سلطات كل فئات الدوله. لما يبقى فيه فعلا شواهد عليه ان يتقدم بها لمحاكمه عادله، وحين يثبت عليه الفساد في قضاة كانوا بيطلعوا من السلطه القضائيه باحكام. لو عندك التعرض للقضاة بشكل جماعي بالشبهات هو في حد ذاته سلوك حتى اسلامي معيب، لانه الناس لا تؤخذ بالشبهات. المواطن ده لديه كرامه، لديه مصداقيه. لما يكون في موقع القاضي يبقى نحاسب قوي واحنا بنتكلم عليه. لما يبقى عندنا دليل وشواهد نقدمها للجهات تحققها وتدققها ثم تعلن نتائجها، وحين يدان علينا أن نطبق عليه القانون. هذه هي دولة القانون التي نسعى إليها. وبالتالي فما زالت مثل هذه الدعوات ومثل هذه الاستهدافات الجماعية من تيار بعينه للسلطة القضائية تحمل في طياتها محاولة جدية لهدم القضاء المصري، لهدم مصداقيته لدى الرأي العام، لاتهامه ظلما وعدوانا بالفساد، ولتصفية الحسابات من هذه التيارات. لأن أنا عايز أسأل السيد عاصم عبد الماجد، صحيفة الأحوال الجنائية له ألا تحمل في طياتها موقف معادي للقضاء الذي حكم عليه يوما؟ هل هو يصفي حساباته؟ نحن نطالب بأن يكون كل من ارتكب جريمة في حق الشعب المصري، في حق الدولة المصرية، في حق سلطات الدولة المصرية، وروع الشعب المصري في حياته وفي اقتصاده، أن يقف وقفة واحدة أمام نفسه وأمام الله، وأن يحاسب نفسه وأن يعلن توبته للشعب المصري. ليس القضاء المصري الذي سيحاكمه من ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وإنما هم الذين يجب أن يحاكموا مرة أخرى على ما روعوه بهذا الوطن. إنما استهداف القضاء المصري بالإجمالي وبالجماعي والحديث عن قوانين عشان يقال فيها 5000 قاضي أفنوا عمرهم وحياتهم وصحتهم، أنا لا يعلم هؤلاء ما الذي يدفعوه. على شيء مهين ومحير يعني. رد على الكلام ده لأنه في بشكل مباشر، يعني وكأن المستشارة تهاني الجبالي بتقول لأنك حكم عليك ذات يوم أكثر من مرة في جرائم صفوا حسابات مع القضاء المصري، فبينك وبين القضاء خصومة ما. لا 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 لا، هذه كذبة كبرى. القاضي الذي حكم علي المستشار عبد الغفار محمد كانت العلاقة بعد الخرج على المعاش كان بيننا وبينه علاقة إنسانية طيبة جدا، لأنه فعلا من القضاة المحترمين. شوفي، حكم علي بالمؤبد ب 25 سنة وأنا أحترم هذا الرجل. ليه؟ ألف حيثيات حكمه، وقد استخدمت المحكمة المادة كذا، أنا لا أذكر في المادة الآن، في عدم إنزال عقوبة الإعدام بهؤلاء بالرغم من النيابة تطالب بذلك لنبل مقصدهم. فده قاضي محترم وليس بيني وبينه خصومة، وليس بيني وبين أحد من رجال القضاء خصومة، وأنا أعلم أن فيهم قمما شامخة، وأعلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، وأعلم أن الله تبارك وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقال فأولئك هم الظالمون. ففي القضاء فساد، نعم في القضاء فساد. ولو اتبعنا ما قالته الأستاذ تهاني الجبالي من إن
انتظر لغايه ما القضاء يحكم على القضاء بان في واحد فاسد. لو قلنا لحسني مبارك ما كانش الشعب صار عليه، لان القضاء الشامخ بتاعنا رفض ان يقترب من حسني مبارك باي شكل من الاشكال رغم فساد 30 سنه. اين كان القضاء؟ اين كان القضاء من فساد 30 سنه وسرقه 30 سنه وتزوير كل شيء وكل الموبقات تمت في عصر هذا الرجل؟ اين كان القضاء؟ القضاء لم يجرؤ ان يحكم على هذا الرجل. واقول لك والقضاء ايضا يرى للاسف بعض رجاله على فساد بين واضح. طيب هي بتطرح فكره يعني اذا سنحتكم للشبهات. هي أدلة يقدم للمحاكمة، من لديه أدلة تجاه أي قاضي يقدمها لجهات التحقيق للمحاكمة، لكن أخذهم بالشبهات هو فعلا مؤثم شرعا وقانونا، ولا يجوز لأحد أن يأخذ أحد بالشبهات. عايزين يرجعوا عبد محمود نائب عام وهو مرجع 60,000 جنيه هدية جات له من الأهرام. ده اسمه إيه؟ حد يفهم في القانون يقول لي ده اسمه إيه؟ والقضاة لم يحاكموه، لم يطردوه من بين صفوفه، بيقولوا راجل اتكسف على عينك. أنت بتعترف إن أنت واخد 60,000 جنيه رشاوى من مؤسسه الاهرام والاخبار، قدم استقالتك ثاني يوم. انا بقول ان هناك شخصيات يعلم الراي العام تماما دورها في محاولة ايوه دلوقتي. طب خلينا ننتقل لجزئيه اخرى. طيب دلوقتي لو يعني بعيد عن فكره الخلط، لا انا استطيع الانسحاب. لا انا عايزه استرسل في الاسئله. السيد عاصم، انا مش عارفه اذا كان هو قفل الخط انفعالا ولا الخط هو اللي اتقطع منفردا. انما كان لازم اسال السيد عاصم عبد الماجد حتى وان قرر هو منفردا يعني انه ينهي الاتصال، كان لازم اساله لماذا هذا الاستعجال. في المقطع اللي اتنشر او اللي كان بيتداول على اليوتيوب بيقول انه احنا لسه هنستنى مجلس الشورى على ما يعمل جلسه وبعد كده يطلع القانون وبعد كده يروح يتراجع المحكمه الدستوريه، احنا لازم فورا نعمل ده. كنت عايزه اساله ولماذا هذا الاستعجال المفرط؟ هل هو له علاقه فقط بحسني مبارك ام له علاقه باشياء اخرى؟ كان لازم اطرح عليه السؤال. والله ان احنا نفترض حسني النوايا، نفترض ان الاتصال انقطع، تحدث احيانا، فهنعاود الاتصال. والله ان اجاب فليجيب على السؤال، ان لم يجب يبقى هو قرر انه يخاطب المجتمع بس يقول اللي عنده ولا يستمع الى وجهة النظر الاخرى. خلينا نحاول